السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده عن المبدأ الرابع من مبادئ السوليد برنسبلز. هنتكلم عن حرف الاي اللي هو انترفيس سيجريجيشن برنسبل. طيب خلينا نشوف ايه هو الانترفيس سيجريجيشن برنسبل. التعريف بتاعه بيقول clients shouldn't be forced to depend on methods they don't use. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا ما اجبرش الكلاس بتاعي ان هو يمبلمنت اي انترفيس او اي ميثود من انترفيس هو مش محتاجها. الكلاينتس هنا بتيجي بمعنى اي حاجه بتكونسيوم حاجه تانية. يعني مثلا لو ميثود بتكونسيوم ميثود، لو كلاس بيكونسيوم انترفيس، فهو ده المعنى الكلاينت في التعريف الخاص بالانترفيس سيجريجيشن. طيب هنا بيقول لك shouldn't be forced to depend on methods they don't use. ما تجبرش الكلاس ان هو يمبلمنت اي ميثود هو مش محتاجها او ما بيستخدمهاش. هو برضه بيبقى كسر مبدا السكوب. طب هنا بيقول السوليوشن بيقول create small and focused interfaces specific to client needs. يعني اقسم الانترفيس بتاعي لانترفيس صغيره بحيث ان الكلاسز اللي عندي اللي هتكونسيوم الانترفيس ده او هتستخدم الانترفيس ده تبقى كل كلاس بتستخدم الميثودز اللي هي محتاجاها فقط. طيب خلينا نشوف الصوره اللي معانا النهارده. الصوره اللي على اليمين دي، هنا انا عندي برينتر. البرينتر دي كل اللي بتعمله ان هي بتبرنت الورق، بتطبع ورق بس. تخيل انا لو جبت ابلكيشن، او لو الشركه اللي بتعمل البرينتر دي جابت ابلكيشن يوزر انترفيس ابلكيشن، ولقيت في الابلكيشن ده عندي ان انا اقدر اعمل برنت، وان انا اقدر اعمل سكان، وان انا اقدر اعمل ابعت فاكس او اي حاجه. فجيت على اليوزر انترفيس ده، جيت قلت انا هسكان وضغطت على السكان. هل الوظيفه بتاعت السكان هتشتغل على البرينتر دي؟ مش هتشتغل على البرينتر دي. يبقى انا هنا اديت البرينتر بتاعتي او شغلت الانترفيس بتاعي، اديته ميثود هي مش موجوده عندي في البرينتر. البرينتر دي عندي هي الكلاينت او هي الكلاس اللي موجوده عندي. لكن لو كل برينتر، وهو ده اللي بيحصل عامه، هتلاقي كل برينتر ليها التعريف بتاعها الخاص بيها. التعريف بيبقى موجود في الوظائف بتاعتها. البرينتر اللي بيبقى فيها سكانر وفيها برينتر وبتبقى بتبعت فاكس، هتلاقي فيها اليوزر انترفيس بتاعها فيها في الوظائف دي بس. فهو ده التعريف السريع للانترفيس سيجريجيشن. فخلينا نشوف المثال اللي معانا عشان خاطر الصوره توضح بشكل اكبر. تخيل معايا مثلا لو احنا عندنا بنبني نظام لاداره المستخدمين. فتخيل ان احنا عندنا في ادمن يوزر وفي عندنا الريجولار يوزر. طب الريجولار يوزر ده هو بيقدر يشوف الكونتنت بتاعه بس، والادمن يوزر هو بيقدر يشوف الكونتنت بتاعه برضه، وبيقدر كمان ياد يوزر وبيقدر يريموف يوزر. تمام. فانا جيت هنا اول حاجه فكرت فيها قلت خلاص انا هعمل هنا انترفيس انترفيس مثلا هسميه اي يوزر. تمام. وقلت هنا void، يعني ده التفكير الاولي اللي هيجي لي. هعمل view content. تمام ممتاز كده. واعمل void add user، واعمل كمان void remove user. طيب ممتاز جدا. خلاص انا عندي هنا عملت الابستراكشن لاير اللي هو الانترفيس اللي عندي اللي هيبقى فيه كل الميثودز اللي انا محتاجها. طيب هاجي هنا اعمل public class اسميه regular user هيمبلمنت الاي user، وهخليه هنا، والمثال جاب لي بالظبط اللي انا محتاجه. هنا console.writeLine يقول لي هنا الفيو كونتنت، وهنا الاد يوزر والريموف يوزر هيرجع لي ثرو اكسبشن. طيب انا هنا هعمل public class هسمي الكلاس ده admin يوزر، وهو هنا سبحان الله هو عارف انا محتاج ايه. طيب هنا عملت admin يوزر وعملت implement الانترفيس اللي اسمه اي يوزر، والامبلمنت هنا رجع لي كل الميثودز. عمل لي فيو كونتنت واد يوزر وعمل لي ريموف يوزر. فخلي بالكم عشان خاطر يعني المبدا الخاص بالسكوب والانترفيس سيجريجيشن الاثنين بيكملوا بعض. يعني الاثنين بيكملوا بعض. هنا برضو انا كسرت السكوب نفس الطريقه. يعني ده برضو اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. انا في تو ميثودز انا مش محتاجهم موجودين في نفس الريجولار. لو انا جيت هنا عملت نفس ما احنا شرحنا المره اللي فاتت، لو انا جيت هنا قلت اي يوزر، لو قلت له اي يوزر وقلت له هنا ريجولار قلت له ايكوال نيو ريجولار يوزر، وجيت هنا قلت له ريجولار دوت
اد يوزر، فانا هنا ما قدرتش ابدل الانترفيس اللي موجود عندي بالريجولار يوزر زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. انا جيت هنا عملت رن اللي هيديني اكسبشن. فمبدا السكوب والانترفيس سيجريجيشن الاثنين بيكملوا بعض، تمام. فهنا هو هيرمي لي اكسبشن، هنا هيرمي اكسبشن يقول لي ان هو الريجولار يوزر ما بيقدرش يعمل اد لاي يوزر، تمام. طيب في الحاله دي هعمل ايه بقى؟ خلينا نعمل زي كل مره، نيو يوزر، نيو فولدر. هنعمل نيو فولدر اسميه وليكن اي اس بي، تمام. خلينا نعمل هنا انترفيس اسميه اي كونتنت، اسميه اي كونتنت فيور، ممتاز. اقول له هنا بابليك. الاي كونتنت فيور هنا هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه الفيو كونتنت، بس، تمام. وهعمل انترفيس تاني. انا كده بقسم انترفيس، بعمل سيجريجيشن، بعمل المبدا الخاص بالانترفيس سيجريجيشن بالظبط. انا هنا هعمل التاني، هقول له اي يوزر مانجر، تمام. الاي يوزر مانجر ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه الاد يوزر والريموف يوزر، تمام. خلينا هنا كده نقول له اد يوزر وريموف يوزر. هنا هاجي اروح جاي كمان عشان خاطر بقى خلاص انا عملت الانترفيسز بتاعتي وقسمت الانترفيس، كل مجموعه ميثود انا محتاجها في كلاس حطيتهم في حاجه واحده، واقدر امبلمنت اكتر من انترفيس من كلاس واحد. يعني كلاس واحد يقدر امبلمنت اكتر من انترفيس. فهنا في الحاله دي لما اجي هنا اعمل مثلا نيو ادمن يوزر عشان ما يتعرضش، او نعمله ادمن يوزر عادي. خلينا نعمله ادمن يوزر. خلينا نكومنت اللي هنا كده، مش محتاجين دلوقتي خلاص. خلينا نكومنت ده كمان. لما اجي هنا اقول له ادمن يوزر، الادمن يوزر بيعمل ايه؟ الادمن يوزر بيعمل حاجتين، بيعمل فيو للكونتنت اي فيو او اي كونتنت فيو، اي كونتنت فيور، وكمان هيعمل امبلمنت للاي يوزر مانجر. طيب جميل جدا، هو هنا كمل لي الميثودز بتاعتي. طيب تمام. طيب هنا كمان انا عاوز اعمل الريجولار يوزر. جميل، هنا ريجولار يوزر. هنا الريجولار يوزر عندي الحاجه الوحيده اللي بيعملها هي implement by content viewer بس كده. هو هنا خلاص، هو هنا عمل امبلمنت للحاجه اللي هو بيعملها بس، وما كسرش ولا مبدا السكوب ولا الانترفيس سيجريجيشن، تمام كده. اما اجي هنا لو جيت عملت كده قلت له var equal new regular user، وقلت له هنا ان regular user دوت view content، لو قلت له regular user دوت add user مفيش add user. طيب تمام. وجيت هنا شلت ده كده وقلت له هنا var admin user وقلت له new admin user. طب لو انا جيت هنا قلت له admin user دوت view content هيقدر يشوف الكونتنت عادي. طب واد يوزر هيقدر ياد يوزر وفي نفس الوقت هيقدر يعمل ريموف لليوزر. طيب انا هنا الشكل المبسط اللي احنا شرحناه في الانترفيس سيجريجيشن على المثال البسيط، ان كان عندي هنا انترفيس كبير كان فيه الفيو كونتنت والاد يوزر والريموف يوزر، كان كل اليوزر اللي موجودين عندي كانوا بيمبلمنتوا الانترفيس ده. طب انا عندي ان الريجولار يوزر ما كانش بيعمل بعض الاكشنز اللي موجوده، او بعض الميثود ما بينفذش بعض الميثودز اللي موجوده في الانترفيس ده. فكان المفروض ان انا لازم افصل الانترفيس اللي موجود عندي لبعض الانترفيسز عشان خاطر يحقق المتطلبات اللي موجوده عندي في الكلاسز اللي هتمبلمنت منه. فهو ده مبدا الانترفيس سيجريجيشن. اتمنى ان هو يكون واضح للناس، وان شاء الله اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.